الفيديو ده هو ممكن يكون فيلم رعب بالنسبة لناس كتير. في الفيديو ده انا هكلمك عن 5 وظائف هم هيختفوا بسبب الذكاء الاصطناعي. طبعا احنا كل يوم بنسمع عن التطور اللي بيحصل في الذكاء الاصطناعي، وده بيخلق مخاوف وبيخلق رعب على مصدر اكل عيشنا. فتعال اقول لك على 5 شغلانات او 5 تخصصات هم هيختفوا وبدأوا يختفوا بالفعل، عشان لو انت واحد منهم تبدأ ان انت تدور على مهارة تانية تكتسبها بجانب شغلك عادي، بحيث ان لو لا قدر الله الذكاء الاصطناعي استبدلك فتقدر ان انت يعني بيتك ما يتخربش. ولو انت لسه سنك صغير فتبدأ ان انت تتعلم مهارة تانية غير المهارات اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي. ما تنساش ان انت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتحط لي كومنت كده قبل ما تشوف الفيديو، او ما تغش قبل ما تشوف الفيديو. قول لي انت متوقع ايه اكتر شغلانة الذكاء الاصطناعي هيستبدلها او هو استبدلها بالفعل. انا مستني اسمع رأيك، ويلا بينا نشوف الموضوع بتاعنا. مرعبة، واحنا داخلين دلوقتي على زمن ان في وظائف كتير هتختفي وفي بيوت كتير هتتخرب. في المقابل هو خلق وظائف تانية، ولكن انا في اعتقادي ان هو هيخرب اكتر ما هيخلق وظائف تانية، اقصد في الوقت الحالي. يعني هو لو خلق وظائف تانية فالوظائف التانية دي هي محتاجة مدة زمنية على ما الناس تبدأ ان هي تنخرط فيها، تبدأ ان هي خلاص يبقى دي حاجة متعارف عليها وان احنا شغالين بيها. لكن في وظائف ناس فاتحه بيوت بالفعل، والوظائف دي هي بدات تستبدل بالذكاء الاصطناعي. تعالوا نتعرف عليهم واحده واحده، بس نفهم الاول هو اصلا ليه الذكاء الاصطناعي ممكن يستبدل الوظائف دي. ببساطه لان الذكاء الاصطناعي مش هياخد مرتب، فانا كواحد صاحب عمل، انا ايه اللي هيخليني اجيبك واديك مرتب لما ممكن اجيب اي ابلكيشن يعمل لي القصه دي من غير ما اديله مرتب؟ حتى لو بدفع له اشتراك، فالاشتراك ده اكيد هيكون ارخص كتير من ان انا اوظف ناس وادفع لهم مرتبات. الحاجه الثانيه ان الذكاء الاصطناعي مش هيقول لك والله انا هشتغل 7 ساعات ولا 8 ساعات وشكرا. الذكاء الاصطناعي شغال 24 ساعه، ما عندوش مشكله، ما بيتعبش. الحاجه الثالثه وهي السرعه، هو اسرع مننا وادق مننا. طب ايه اللي بيتميز بيه الذكاء الاصطناعي عن البشر، والبشر بيتميزوا بايه مش موجود في الذكاء الاصطناعي؟ ده هيكون موضوع الفيديو اللي جاي، ولكن خلينا دلوقتي نركز على ال5 شغلانات اللي قلنا عليهم. اول وظيفه كده، واللي هي انا شايف ان هي ما ينفعش تكون وظيفه اصلا، يعني هي شغلانه مش متطلبه اي حاجه، ولكن لو انت شغال حاجه زي كده فما يعني فكر في اي حاجه تانية غيرها. حتى لو الذكاء الاصطناعي مش هيستبدلها فكر برضو في حاجه تانية غيرها، وهي وظيفه الداتا انتري او مدخلي البيانات. هي وظيفه فعليا ما بتنميش فيك حاجه، مش محتاجه منك خبره، وفي نفس الوقت انت ما بتتعلمش حاجه. فالوظيفه دي هي وظيفه حتى لو افترضنا ان الذكاء الاصطناعي مش موجود، فهي ما تنفعش تكون كل اللي انت بتعمله في الدنيا ده، ما ينفعش. لازم تبتدي ان انت تدور على مهاره تانية او حاجه تانية تبتدي تتعلمها، عشان الذكاء الاصطناعي هو استبدلها بالفعل. دلوقتي ما بقيناش بنسمع عن الداتا انتري. زمان، ومش زمان كتير يعني، لحد من 3 سنين ولا حاجه، كنا بنسمع ان الداتا انتري دول كتير جدا، يعني كان دي وظيفه موجوده وكانت كتير جدا مطلوبه جدا. دلوقتي مش موجوده، دلوقتي خلاص الوظيفه دي اختفت. فدي اول وظيفه، وتقدر تقول دي يعني اكتر حاجه هي خلاص اركنها، ما تفكرش اصلا ان انت تشتغل بيها. ولو انت شغال بيها ابتدي فورا دور على حاجه تانية. تاني وظيفه، واللي للاسف هي هتأذي ناس كتير قوي، يعني استبدال الذكاء الاصطناعي في النقطه دي هيأذي ناس كتير جدا، وهي خدمه العملاء. يعني احنا حرفيا نص الشعب تقريبا بيشتغل كول سنتر وخدمه عملاء، فالذكاء الاصطناعي داخل بقوه في الموضوع ده. هو ما انتهاش، هو موجود عادي والدنيا تمام، ولكن خلاص يعني هي بتقرب ان الوظيفه دي ما تكونش موجوده. يعني بتتكلم في خلال 2 3 ويمكن اسرع من كده كمان، لان التطور اللي بيحصل مرعب. التطور في المجال ده مرعب، يعني ما حدش كان يتوقع ان النماذج بتاعت الذكاء الاصطناعي تبقى بالقدرات اللي احنا بنشوفها دلوقتي. ولكن يعني انت بتتكلم في خلال 3 سنين الشغلانه دي مش هتكون موجوده. فلو انت كول سنتر فرحان ان انت بتاخد مرتب كويس، مش هقول لك سيب شغلك خليك زي ما انت، ولكن لازم تبتدي، دي مش رفاهيه، لازم تبتدي ان انت تتعلم حاجه تانية تقدر ان انت تعملها. والحاجه التانية دي بعد ما تسمع الفيديو اللي جاي تقدر تقررها، لان انا برضو مش هسيبك. الفيديو اللي جاي انا هقولك على المهارات اللي انت ممكن تتعلمها والذكاء الاصطناعي ما يستبدلكش فيها، ايه الحاجات اللي الانسان مميز فيها، وايه الحتت اللي احنا ممكن نبص عليها ونتعلمها نشتغلها، بحيث ان الذكاء الاصطناعي ما يقدرش ان هو يستبدلنا. شغلانه زي الكول سنتر، زي خدمه العملاء، في جزء
يعني خدمه العملاء اللي هي الشات دي، البوتات بقت خلاص بتستبدلها، ده من فتره كبيره كمان، ولكن قريب هيستبدل كمان فكره الكول سنتر. لان دلوقتي انت لو فتحت شات جي بي تي اصلا وعملت معاه فويس شات، هتلاقي ان البني ادم بيكلمك. Oh, got it. When did Joe receive the new iPhone? iPhone was delivered 2 days ago. Cool. Could you share the order number with me? لان الدنيا عادي، يعني ده لو رد عليك في خدمه العملاء انت تمام، مش هتبقى متضايق يعني. فالموضوع زي ما بقول لك في خلال 2 3 وما كانش قبل كده كمان الشغلانه دي هتتمحي. تالت وظيفة وهي كتابة المحتوى الروتيني. وهنا عشان ما تفهمنيش غلط، أنا ما بتكلمش عن الكتاب، ما بتكلمش عن المبدعين، لا أنا بتكلم عن اللي بيكتبوا محتوى روتيني، اللي هو بيجي يعمل لك سكريبت مثلا، أو بيجي يعمل لك بوستات، أو بيعمل لك أي حاجة باستخدام الذكاء الاصطناعي. في ناس بتبقى وظيفتها إن هي كونتنت رايتر، هي بتبتدي إن هي تكتب الكونتنت، بتكتب البوست وبتكتب السكريبت بتاع الفيديوهات والحاجات اللي زي دي. لو انت ما بتستخدمش فيها الحس البشري ونوع من انواع الفن، فانت مالكش لازمه. لان ببساطه اللي موظفك عشان انت تعمل له القصه دي، وانت بدات تعتمد على الذكاء الاصطناعي او ما بتعتمدش حتى عليه، طب ما هو ممكن يعمل ده على الاي اي وانتهينا. هيستخدمك ليه؟ هيشغلك ليه؟ دي وظيفه يعتبر ما بقاش ليها لازمه في الزمن اللي احنا فيه، الا لو انت كنت بتحط اللمسه الابداعيه بتاعتك، هنا وضعك مختلف تماما. لكن انا بتكلم عن الناس اللي بتاخد من الشات جي بي تي او ايا كان الشات الموديل اللي انت بتتعامل معاه، وياخد كوبي بيست ويحط. ما عملتش بيك حاجه، انت كبني ادم ما عملتليش حاجه. رابع شغلانه واللي للاسف يعني احنا قلنا ان نص الشعب شغال كول سنتر، النص التاني شغال محاسبين. زي ما انت سمعت كده، المحاسبه اللي هي البسيطه، المحاسبه اللي هي اللي موجوده في الشركات الصغيره، اللي هي شغلانه الحسابات اللي احنا نعرفها، يعني الحسابات اللي هي العاديه خالص. الشغلانه دي برضو على وشك ان هي تنتهي، بسبب ان انت بقى عندك في نماذج برضو بتقدر ان هي تعمل الموضوع ده عادي، مش محتاجه تدخل من الانسان. صحيح ده ما يلغيش دور المحاسب، بس هيبقى بدل ما الشركه شغال فيها مثلا 10 محاسبين، هيبقى محاسب واحد بيشرف على النماذج بتاعت الذكاء الاصطناعي دي. فطبعا ده هيأذي ناس كتير، والناس دول مش قليلين، يعني انا واحد منهم على فكره، انا محاسب. فيعني لو انت محاسب، ابتدي دور على مصدر رزق تاني، ابتدي زي ما انت في شغلك عادي، سيبش الشغل، ما تفهمنيش غلط، سيبش الشغل زي ما انت، ولكن ابتدي اعمل مصدر دخل تاني، ابتدي ان انت تتعلم حاجه تانيه تشتغل بيها بعد شغلك الاساسي، بحيث لو لا قدر الله شغلك الاساسي ما بقاش موجود وتم استبدالك، فانت ما قشطه، قادر تاكل عيالك عادي، ما عندكش مشكله، يعني فاهم، قادر تفتح بيتك، مفيش اي مشاكل. لكن تخيل انت لو فضلت نايم في الوضع اللي انت فيه، انت ممكن تصحى في يوم كده تلاقي بيقول لك اتفضل مع السلامه، وبرنامج اللي شغال مكانك. فيعني انا عامل الفيديو ده عشان افوقك، ابتدي تعلم مهاره لو انت حد من الناس اللي اتكلمنا عليهم. خامس وظيفه معانا واللي هي تم استبدالها بالفعل هو السواق. صحيح ده ما حصلش في العالم العربي بتاعنا بشكل كبير، يعني خصوصا في مصر مش موجود، يعتبر ما فيش اصلا الموضوع ده، ولكن في باقي دول العالم هو ده بقى موجود. ان انت عندك الاوبر مثلا، عندك التاكسي، عندك المواصلات عموما ما فيش سواق، هو قيادة ذاتية، يعني هو العربية بتمشي لوحدها برضه باستخدام الذكاء الاصطناعي. فلو انت برضه شغال سواق، انا عارف ان انت ممكن يكون فكرة ان انت تتعلم مهارة جديدة دي ممكن تكون صعبة عليك شوية، ولكن ما يمنعش ان انت تبتدي تتعلم مهارة بسيطة. ايه هي المهارة البسيطة دي؟ ده اللي هتعرفه في الفيديو اللي جاي. الفيديو اللي جاي انا هكلمك عن الشغلانات اللي انت ممكن تتعلمها، او الشغلانات اللي الذكاء الاصطناعي مستحيل يستبدلها. زي خلينا اديك هنت بسيط كده، اديك نبذة سريعة، زي الشغلانات اللي فيها مجهود بدني، نجارة بقى، سباكة، نقاشة، الحاجات اللي زي دي اللي هي بتجمع ما بين المجهود البدني وتشغيل المخ ويعني الفن. الشغلانات اللي فيها الحاجات اللي زي دي اللي مستحيل الذكاء الاصطناعي يستبدلها. وانا مش عايز دلوقتي ادخل في الموضوع ده، لان هيبقى موضوع تاني وفيديو تاني خالص هيتعمل، لان الموضوع كبير. هتكلم بالظبط ايه الحاجات اللي مستحيل الذكاء الاصطناعي يستبدلها، وايه الحاجات اللي بيتفوق فيها الانسان على الذكاء الاصطناعي.
فلو انت استفدت من الفيديو ده ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتدوس لايك في السكه كده. ما تنساش ان انت تكتب كومنت برضو تقول لي انت شغال ايه حاليا، وهل تتوقع ان الذكاء الاصطناعي ممكن يستبدلك ولا لا. اشوفك الفيديو اللي جاي. سلام.